السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على حبايبي وعلى اخواتي. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص بيمشي، يودع. احساس صعب قوي 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 احساسنا واحنا بنتقبل رمضان، واحنا بنلاقي نفسنا في العدد التنازلي خلاص بينتهي، فاضل له اسبوع وهيخلص. آه ناس بتقول لي انت مش بتطلعي في يا ميمو ليه في القناة التانية؟ كنت عايزة ارد عليها بس هنا والله انا بامسك في اليوم بإيدي وبسناني لدرجة إني مش بانام. يعني أنتِ بتبقي عايزة يعني تخلّصي الختمة بتاعتِك، وعاوزة تعملي حاجات كويسة، وعايزة تسبّحي، وعايزة تدعي، وعايزة تروّقي، وعايزة تطبخي، وعايزة توصّلي أرحامِك وتكفّي احتياجاتِك في البيت، وكل ده عمّالة بتسارعي، وتعملي في شغلِك، وتنتبهي وما بتشتغليش. بس يعني أنتم حبايبي أوي، 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 ولمّا باغيب عليكم أنا باتضايق، باحس إن أنا عارفين إن أنتم يعني إيه، والله العظيم مش باكدب. إحساس كده لمّا يكون مثلًا ليكِ مثلًا إيه، بناتِك، أحبابِك، أخواتِك، وأنتِ مقصّرة مش بتروحي لهم، باحس إن في حاجة ناقصاني. أنتم بجد بقيتوا جزء كبير أوي في حياتي. بس ولكن أنا غصبٍ عني، والله غصبٍ عني. أنا مش عايزاكم بس تروحوا منّي كده ولا كده، عايزاكم كده إيه، يعني تدعوا لي دعوة حلوة، وإحنا في ال10 الأخارى الجُمال، بالله عليكم ادعوا لي، أنا بادعي لكم والله ربنا يصلح حالكم، وربنا يسد ديونكم، وربنا يحبكم. لو ربنا حبّنا ياه! الدنيا حاجات كتيرة هتتصلّح في حياتنا. ولو ما طلعناش من رمضان وإحنا متغيّرين أي تغيير ولو بسيط، إشارة مش حلوة، إشارة مش حلوة. طب نعرف منين يا ميمو؟ هتعرفي من أي حاجة، هتلاقي نفسِك عايزة تصلّي، ارتبطتِ بالصلاة، ارتبطتِ بالقرآن، ارتبطتِ بالتسبيح، ارتبطتِ بحاجة، حسيتِ بحلاوتها، تعرفي إن دي إشارة حلوة. مش عايزين ننسوا ال10 دُولة، مش عايزين نفرطوا فيهم، على قد ما تقدري، على قد ما تقدري. صلّي صلاة التهجد على قد ما تقدري، اتعلمي صلاة التسابيح ولو مرّة في عمرِك كلّه. ما كانتش السنة دي بس إحنا مش يعني الناس اللي بتأجّلها أنا لسه النهارده باحاول أكتبها عشان عايزة أصلّيها. آآ ما أعرفش أنا عايشة السنة الجاية والّا الشهر اللي جاي والّا لأ، فاللي في إيده يصلّيها، يصلّيها، واللي صلّاها هي بيقول لِك حتى كفاية مرّة في العمر. أنا صلّيتها مرّة صراحة، كنت في الجامع وصلّيتها. ولكني نِفْسي حابة إن أنا أجددها وأصلّيها تاني. أنتم عاملين إيه؟ طمنيني عليكم. كلّكم كويسين؟ أيوه كلّنا كويسين الحمد لله، إن شاء الله دايمًا، إن شاء الله دايمًا يا رب. بُصّوا بقى، أنا هاقول لكم على حاجة كويسة أوي. طبعًا الناس اللي هي بتقول لي طَب إحنا دلوقتي عايزين نعملوا حلويات العيد، والوقت مش بيسعنا والدنيا والبيت وبيفرفطوا في إيدينا ال10 دي. أنا زي ما قُلت لكم قبل كده، موضوع التنفيض مرفوض، الغي بند التنفيض. أنا النهارده عملت إيه، جاية أحكي لكم. أنا النهارده روّقت الشقة بتاعتي، بقيت أزيح الأنتريه وأكنس من وراه، والمساحة بقيت أمسح. تمام، الستاير مغسولة كلّها بتاعة الشقة بتاعتي مغسولة ومفروشة، تمام كده، كل فرش بيتي مغسول ونضيف وزي الفل. عزمت اللي عزمته وبقيت قاعدة مسيطرة على البيت، خلاص كده. طيب وأنا شغّالة في قلب المطبخ عادي، قدّامي ضرفة متنعكشة، وأنا باقلي سمك، وأنا باعمل حاجة، وأنا في عزايم، مسكت إيدي في ساعتها المنظف بتاعنا، نبُخ البخة بتاعتنا وننشّفه ونعمله والدنيا زي الفل. طب يا ميمو السجادة بتاعة المطبخ بتاعتي مش نضيفة وأنا باحب في العيد كده تبقى حاجتي، اغسلي المشّاية في الحمام، مش هتاخد منِّك وقت كده وأنتِ بتدعكي الحمام، اقفلي على نفسِك الحمام وخدي المشّاية اغسليهم واشطفيها وسيبيها تتصفى في قلب البانيو، وبعدين حطيها في قلب البلكونة بتاعتِك ولا أي حاجة، ولا تاخد منِّك وقت. طيب حلويات العيد يا ميمو، هنعمله إيه في حلويات العيد؟ وماله كل سنة وأنتم طيبين. إحنا بنقول إيه، بُصّوا أنا دلوقتي كنت الأول باعمل من كل حاجة 3 كيلو، 3 كيلو، 3 كيلو، يخش معايا الموضوع في 18 كيلو وفي 15 كيلو وفي الكلام من ده، الأول. حلو، بعد كده بقيت أقل، خلاص، لإن أنا لمّا باعمل حاجتي ما باخدش حاجتي لوحدي، باحب أدّي ولادي. سنة ورا سنة، السنة اللي فاتت تعبت جدًا، الموضوع تعبني وأرهقني جدًا وحسيت بنفسي وما كلتوش على قد كده والله. يعني أنا وحمادة أكلنا فيه ضعيف أوي، اللي كانوا بياكلوا سمير والبنتين. إنما أنا أصلًا
لو واحدتين 3 منه خلاص بقى، يعني واحدة كمان 2 خلاص، ما تلاقينيش بقى ماسك الطبق كده، ما مش أوي يعني. حمادة ابني بيحب البيتي فور أوي. ف فأنا عايزة أقول لكم على حاجة صغيرة. في واحدة هتقول لي خلاص هاجيب جاهز وخلاص وأنا مش قادرة أعمل وأنا أنا عايزة أقول لها لو أنتِ مثلًا المقدرة بتاعتِك حلوة، هاتي بقى من جاهز وخلاص، وأنتِ ما أنتيش أكّيلة فيه. لو الظروف نُص، نُص، ويعني الكيلو اللي برّه ده بيبقى معفرط، لإن السُكّر بيوزن. فأنتِ تعالي كده بعد ما تعملي الورد بتاعِك الصبح تكوني نايمة حلوة، تقومي كده أهوّة زي الشطة كيلو، هيقوم معاكِ ب2 كيلو ببركتهم. هتعملي ال2 كيلو بكيلو سمنة، وكيلو دقيق نضيف، وهتحطّي شوية الحبكشتنات بتاعته، يعني محلب، عايزة تحطّي ريحة كحك هتحطّي، ماشي، وإن كنتِ بتحبيه سادة أو بتحبيه بالملبن أو بالعجوة. ماشي يا حبيبة قلبي، ماشي يا حبيبة قلبي. النهارده هتعملي كده وهتمسكي تبسيهم، آخدة بالِك أنتِ إزاي، يكون عندِك أكلِك، بيتِك متروّق، غسيلي مغسول، ما عنديش حاجة. ليه بقى؟ أمّا المطبخ بيكون نضيف بالذات في حلويات العيد بيسهّل عليكِ أوي، أوي، بيفتح نِفسِك أوي للعمايل. يعني ما تجيش تبقى الدنيا مزيّتة، مواعين في الحوض، طباخات مليانة مواعين، السجادة مش نضيفة، البوتاجاز مش نضيف، وتقومي وتيجي تقومي تعملي حلويات عيد وتلاقي نفسِك بتخبّطي وزهقانة ومش مرتاحة ولا أي حاجة مرتاحة. ليه مش مرتاحة؟ لإن الدنيا حواليكِ مش مرتاحة. إنما عشان أبدأ النهارده بالليل أغسل المطبخ أخلّيه زي القشطة، شوية مَيّة سخنة ونقطة كربوناتو أو حبّة خل وزيت صابون، مَيّة سخنة أهم حاجة، وامسكي كده وشمّري كده دراعاتِك كده وامسكي حتّة الليفة كده تك، 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 يالّا صبّيني الطباخات وصبّيني كده، قومي، 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 قومي بلاش كسل، قومي اعملي. بُصّي، أنا دلوقتي أنا والله العظيم باحكي لكم زي ما أنا بابحث، أنا صلّيت العشا وصلّيت التراويح بتاعتي، خلاص، ادّيت نفسي break. حلو الكلام، حصل لي فاضل لي إيه، فاضل لي 2 شفع وفاضل لي واحدة وأتّم. قُلت أشرب القهوة بتاعتي، وأنا باشرب القهوة بتاعتي حاطّاها أتكلّم معاكم كلمتين وأقوم قايمة مصلّية وهانشّر غسيلي، البريك بتاعي، وأقوم جاية داخلة على إيه، يكون خلاص كده أهوّة مثلًا شوية مواعين غسلتهم حطيتهم، الغسيل نشّرته، ادّيت نفسي شوية شغل، وبعد كده أقرا نُص جزء، بعد كده أختم أخُش على صلاة التهجد وأصلّي بيها، حلو الكلام، وبعد كده بالليل أقعد أخلّص الختمة بتاعتي وبالتسابيح أسبّح وأدعي ربنا. وفي نفس الوقت أنا بالنهار عملت أكل وشربت كل حاجة عاملة لها ميعاد. فأنتِ إن كنتِ ناوية تعملي حلويات قومي، ما حدش قال لِك خلّي بالكم، العمايل دي إحنا مأجورين عليها، ترتيبنا لبيتنا، ترتيبنا لحياتنا، ترتيبنا لكل حاجة لينا. طول ما أنا قاعدة سامعة الراديو أنا فرحانة. ليه؟ كل ما أعمل حاجة يقولوا لي أنتِ واخدة أجر الصايمين، واخدة أجر الجهاد، واخدة أجر الإطعام. إيه الجمال ده! إيه الجمال ده! اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. بجد، بجد، بجد إحنا في نعمة كبيرة أوي، 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 أوي. إحنا في نعمة كبيرة أوي. قومي اغسلي، قومي اعملي، بس إن أنا مش إن أنا أضيّع يعني إيه، أنا باتكلم إن إحنا ما نبقى لأ، أنا عايزة بيتي يبقى نضيف، بس يبقى إحنا كنا الأول بنعمله إيه، ال10 دُولة يا خبر أبيض، يا خبر أبيض! والله العظيم أنا امبارح نزلت مش هاكدب عليكم، لإن نزلت مع بنتي الكبيرة باجيب حاجات لها، لإن في مناسبة أول يوم العيد. أنتم عارفين بقى أمّا بتكون في مناسبة بقى مش موضوع عيد بقى وكده، فنزلت معاها. والله العظيم أنا قاعدة باقرا القرآن في المشروع، ولكن لمّا الفراد المغرب راحت عليَّ ما عرفتش أصلّيها، والعشا راحت عليَّ ما عرفتش أصلّيها، التراويح عدِّت عليَّ ما عرفتش، وإحنا كنا في مواصلات، إحنا مش قاعدين في حتة، يعني مجرد جبنا الشيء كله في مواصلات. روّحت كأني تقولوا اكتئاب عندي، اكتئاب، والله العظيم 3 امبارح أنا كنت في اكتئاب وعياط، ماشية في الشارع باعيط، راكبة المشروع باعيط، حاسة إن في حاجة إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده، وطلبت منهم ما حدش يوديني في حتة بعد كده. النهارده حاسة مودي أحلى بكتير، عشان باصلّي لبيتي، فرحانة وأنا باصلّي كده وباصلّي في البيت كده وحاسة إن أنا مع ربنا كده، مش عايزة مش عايزة برّه، مش عايزة الشارع، مش عايزة الناس. الناس غصبٍ عنِّك صدقيني
بالذات في رمضان والله العظيم البعد عنهم غنيمة. يعني وأنتِ بتركبي في مواصلات العصبية بتمسك الواحد غصبٍ عنه. حد يزُقِّك وأنتِ بتعملي، حد توقّفي المشروع وتجري عليه تلاقي واحد يقوم عامل لِك كده يقوم داخل المشروع كده، تبقي أنتِ واقفة أنتِ بارد أوي، عارفين أنت خسّرتيني الحاجات دي بتخيّل لِك إيه، قولي أنتِ ناس طبعًا بنقول وإحنا صايم بنغُض على نفسنا كتير أوي، لكن في حاجات غصبٍ عنِّك تلاقي سِت كبيرة تقول له: "منّك لله." ما يا عيني أقول لها: "يا حاجة معلش امسكي صيامِك، امسكي صيامِك." إحنا بنمسكوا الصيام كإننا ماسكين جمرة من النار في وسط الناس، حقيقة بجد والله، ظلم في المواصلات، مستغلّيين 2، 3 جنيه في البنزين غِلوا، الدنيا كلّها ولّعت، الدنيا كلّها قامت في ساعتها، في ساعتها الدنيا كلّها قامت. ما فيش المواصلات بيقطّعوا علينا السكة. يركبوا المواصلات، المواصلة اللي بتروحيها ب7 جنيه دخلت في حاجة و20 جنيه، ليه؟ انزلي نُص المسافة ادفعي الأجرة تاني، انزلي نُص المسافة عقبال ما توصلي للمشوار، إحنا عندنا كانت السكة كلّها واحدة، والله العظيم بتتقطّع ل3 مرات، بيدفعوا الأجرة 3 مرات، كلّه بُصّي ما فيش حد بيرحم حد، ما فيش حد يعني هي غير ال2 جنيه ماشي، أنت بت بت يعني بتكسّحنا، بتخلّينا يعني بتأدّبنا بالأدب ما حدّش يروح في حتّة. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، بجد والله العظيم الله المستعان، فامسكوا أعصابكم على قد ما تقدروا اليومين دُولة، إحنا في أيام بتجري خلاص بتفرفط من إيدينا، خليكم مع ربنا، اقروا قرآنكم، سبّحوا، صلّوا، اثبتوا، أسأل الله ليّا ولكم الثبات، يا رب أسأل الله ليّا وليكم الثبات، يا رب ثبّتنا يا رب في اليومين دول، وقومي اعملي كيلو الكحك بتاعِك مش هياخد معاكِ حاجة، مش هياخد معاكِ حاجة، عارفة إيه اللي بيخلّي الحاجة تطول؟ عارفة إيه اللي بيخلّي الحاجة عندِك تبقى تقيلة؟ عدم النظام وعدم الترتيب وعدم التحضير، طالما ما حضّرتيش لنفسِك حاجتِك، يعني تيجي تعملي يا بت نسينا البيكنج باودر، يا بت نسينا الخميرة، يا بت نسينا مش عارفة إيه، لأ، لأ مش عايزة كده، أنا عارفة نفسي باعمل كيلو كحك، طيب النهارده حاجته ده قد إيه؟ حاجته هاجيب ملبن، عجوة، خميرة، بيكنج باودر، ريحة كحك، مع حاجته، شوفي أنتِ بتعملي حاجتِك أنتِ بقى إيه، الtouch بتاعِك بتحطّي إيه، حطّي اللي تحطّيه، المهم إنِّك تاخدي الحاجة تبقى حاجتي قدّامي، أنصّص كده حاجتي، طبّاخة بتعمل كده، 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 كده بتبربق كده، زي القشطة، حنفيتي زي القشطة، مواعيني زي القشطة، فُلّة، 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 أرض واقفة أنا فُلّة عليها، كل الدنيا زي غاسلة بوتاجازي، عشان لمّا أحط الصواني بتاعتي الألمونيا كدهوّة على البوتاجاز كده تغني، تغني فرحانة، اسمها حلويات العيد. أعمل الكيلو بتاعي وأعمله وأسويه وأنا واقفة له، لا أنا بقى بانشّر ولا باغسل ولا جوزي بيزعّق لي ولا أي حاجة، وشوفي الميعاد اللي جوزِك بيتعفّط من المواضيع دي، نقّي الوقت اللي جوزِك في الشغل الصبح، قومي اعمليهم الصبح بدري، قومي الساعة 09:00 الساعة 12:00 هتكوني مخلّصاهم، الساعة 12:00 قبل صلاة الضهر هتكوني مخلّصاهم. حاطاهم في العلبة البلاستيك وقافلة عليهم وحاطة ورقة زبدة عليهم كده، خلاص من النهارده كيلو كحك عملتهم 2 كيلو طالعين زي القشطة وزي الفل. تاني يوم أقوم الصبحية برضه من 09:00 ل12:00 أعمل كيلو البسكوت أو 2 كيلو بسكوت للعيال لو هم بيحبوا البسكوت. بيحبوا البيتي فور ما بيحبوش البسكوت ما تعمليش البسكوت، حطي مقادير ده في ده واعملي لهم حبة بيتي فور وخلصنا، ما تكتريش بقى. ما تعمليش مش عارفة إيه، لأ أصل هُم شوفي إيه إيه اللي إيه أكتر حاجة بيحبوها، بيحبوا الغريبة عن البسكوت اعملي، بيحبوا كلّهم اعملي من كل حاجة نُص كيلو، كيلو، ما تكتريش، هتملي معاكِ حاجات كده هتفرّحي وهتقعدي العيد وبعد العيد تاكلي فيهم، ولمّا يخلص يبقى حلّها ربنا. ماشي كده؟ حبايب قلبي أشوفكم يا رب كده في خير وفي نعيم وفي تنظيم وفي توفير، ده توفير، الوقت ده توفير، أنا النهارده جاية لِك بفيديو التوفير، باوفّر لِك وقتِك، مش عايزاكِ تتسرقي، اعملي حاجتِك وافرحي بس ما تخسريش ال10 دول بالله عليكِ، أشوفِك على خير، يالّا عشان أخلّص قهوتي وأقوم أكمّل الصلاة بتاعتي، ادعوا لي بقى. أنا بادعي لكم، ادعوا لي بالله عليكم، وكومنت حلو بتوحشوني جدًا، وحشتني كومنتاتكم، أنا عارفة إن أنتم مكسرين عليَّ خالص الفيديوهات، ومشاهدتكم مش حلوة، ولا في لايكات ولا في أي حاجة، أنا زعلانة منكم، بس لأ مش هازعل، لا، 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 أنا مش هازعل منكم، إحنا في رمضان، ما حدش بيزعل من حد في رمضان.
أنا باحبكم وأنتم بتحبوني، بس أنتم معلش ملهيين زيي شوية، أنا عذراكم، أشوفكم على خير، الفيديو الجاي إن شاء الله مع فنجان قهوة مع ميمو، باي باي.